طالما صيف يبقى ساحل. خدت المايو والعوامه البطه وشويه الحاجات التانيه وخدت الطريق من اسكندريه لبوابه الرسوم، دفعت 10 جنيه وكملت على اول طريق الساحل الشمالي. الطريق من اسكندريه عموما للساحل الشمالي اتحسن كتير عن زمان وبقى اجمل بكتير وانضف واوسع وبقى منظم اكتر. واحلى حاجه ان مداخل القرى السياحيه ما بقتش على الشارع الرئيسي اللي هو شارع بتاع اسكندريه مطروح، بقى في طريق خدمات بيخليك تخش على القرى السياحيه موازي لطريق اسكندريه مطروح. من بين قرى الساحل الطيب اخترت قريه جرين بيتش، وهنا هنقل لكم تجربتي الشخصيه مع قريه جرين بيتش. جرين بيتش من احلى قرى الساحل الطيب، قريه هاديه ومنظمه ونظيفه وما فيهاش ازعاج ابدا. يعني لو عايز تهدي اعصابك فعلا روح جرين بيتش، هتستمتع انت واسرتك وهتقضوا وقت جميل. بس خد لك شاليه كويس بجاردن. انا حظي كان كويس ان خدت شاليه جنب مربع فيه محلات سوبر ماركت، صيدليه وحب بتاع سمك ومشويات. الشاليه كان بجاردن صغيره قدامه كده، حطيت حاجتي في الشاليه وبعد كده طلعت خدت العومه البطه وعلى البحر على طول. صراحه البحر كان نظيف والشاطئ كان جميل وهادي، الموج كان عالي شويه بس كان اوكي. اللي عجبني على الشاطئ بقى ان في مجموعه كبيره من الجارد جوه الميه وبره بيأمنوا الناس عشان لا قدر الله لو حد غرق ولا حاجه يقدروا يلحقوا. المميز اللي في القريه ان فيها حمام سباحه كبير جدا مستويات، وفي كمان اكوا بارك. بالليل بقى تقدر تتمشى في القريه، وفي شويه كافيهات ومطاعم جميله جدا، وفي منطقه العاب حلوه لدرجه ان انا لعبت وكاني عيل صغير، وملاعب كوره وملاعب باسكت. بصوا بصراحه قضيت وقت جميل جدا. لو عجبك الفيديو فرحني بسبسكرايب وشير واعمل لي فولو عشان اعمل تغطيات تانيه لاماكن اكتر من كده. سلام.